خبر قلب مصر كلها: هروب إمام عاشور، أو إمام عاشور فين محدش عارف. فجأة وبدون مقدمات، إمام عاشور اللي حصل على التطعيمات كاملة مع النادي الأهلي واستعد للسفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، وكمان فحوصات طبية وخاض التدريب الأخير، والأمور كلها على ما يرام. وفيما يبدو أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. فجأة في صباح اليوم، إمام عاشور فين؟ إمام عاشور مش موجود. إمام عاشور فوجئ الجهاز الفني وبعثة الفريق بعدم تواجد إمام عاشور للانضمام لبعثة الفريق للسفر إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكانز. الموضوع ده عمل ارتباك شديد وحالة من القلق والتوتر في أروقة الفريق وداخل الجهاز الفني، وأثار تكهنات عديدة على السوشيال ميديا، وكمان أثار شيء من عدم الارتياح لدى مجلس الإدارة والمسؤولين داخل الأهلي، اللي حاولوا يتواصلوا مع إمام عاشور، لكن اللاعب تليفونه مغلق تماما ومفيش أي وسيلة تواصل مع إمام عاشور. بناء عليه طلع كابتن وليد صلاح الدين بقرار عاجل، وهو توقيع عقوبة مغلظة على إمام عاشور بعد هروب اللاعب طبعا من السفر لبعثة الفريق. خصم 1.5 مليون من مستحقات اللاعب، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين والتدريب منفردا، عدم المشاركة مع الفريق الأول. 1.5 مليون طبعا مبلغ كبير، وأشك إن هو يتم تطبيقه، خاصة إن إمام واحد من أهم اللاعبين في الأهلي، إن لم يكن أهم لاعب على الإطلاق. كمان الإيقاف أسبوعين أو 15 يوم والتدريب منفردا هي خسارة للفريق، بالتالي مش خسارة للاعب نفسه، يعني هي خسارة للفريق. لكن مازال في حالة من الارتباك وحالة من التوتر، ولحد الآن الأهلي لم يصدر أي سبب لتغيب اللاعب، أو لم يبدئ الأسباب الحقيقية أو الواقعية، لأن لم يتواصل مع اللاعب، خاصة إن اللاعب قفل تليفونه واختفى، أو بالبلدي كده فص ملح وداب، رغم إن الأهلي تعجل جدا في إصدار العقوبات وأعلنها رسميا. لكن يبدو أن الأيام القادمة ستشهد فصل جديد ما بين إمام عاشور والأهلي، أو مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، في ظل طبعا التوتر ورغبة اللاعب اللي تبدو باطنة في الرحيل، وإن كان لم يفصح عنها هنشوف الأيام اللي جاية هتقول إيه. بشكركم شكرا جزيلا، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتدعمونا بلايك